فيه كلب اسمه لوحده يرعب. الديب بيقول له: يا عمي، هو الكنجال التركي. قبل ما نبدأ، افتح الصندوق، شوف اللي جوه حكايات بتلمس القلب، مش بس حكاوي هوا. سيد التركي بيحكي من غير حدود، ثقافة، فن، ضحكة، وكل يوم موجود. كل يوم حكاية جديدة، حكاية من قلب الناس، صوت بيكمل السيرة وبيفتح لنا الإحساس. كلب اتولد في جبال الأناضول بين الصخر والبرد والذئاب. ما كانش مجرد كلب حراسة، كان حارس من نوع خاص، حارس ما بينامش ولا بيخاف ولا بيرحم. الرعاة في تركيا كانوا يعتمدوا عليه في حماية قطعانهم من الذئاب، ولما يقولوا الكنجال جاي، الذئب يهرب من غير ما يفكر. عضته بتوصل ل 743 PSI، أقوى من معظم الكلاب في العالم. فكه قادر يطحن حديد، وجسمه مبني كأنه مدرعة ماشية على 4 رجول. سرعته ممكن توصل ل 50 كيلو في الساعة، وعيونه فيها ذكاء وهدوء يخوف. شعره سميك علشان يحميه من البرد والعضات، ولونه رملي أو رمادي، دايما بوش اسود زي القناع. لكن الحقيقة إن الكنجال مش مجرد كلب قوي، ده كائن ذكي جدا، بيحسبها قبل ما يهاجم وبيفكر قبل ما يتحرك. بيعتبر صاحبه وقطيعه عيلته، ولو حد قرب منهم بيتحول لوحش ما يعرفش الرحمة. في تركيا بيعتبروه كنز وطني، لدرجة إن الحكومة منعت تصديره لفترة طويلة علشان تحافظ على السلالة الأصلية. الأسطورة بتقول إن الذئب ما يقربش من المكان اللي فيه كنجال، واللي شافه في المعركة يعرف ليه. الكنجال التركي مش مجرد كلب، ده حارس من زمن الأساطير، رمز للقوة، للوفاء وللشجاعة. وده كان معاكم برنامج صندوق الدنيا. اليوم استنونا افتح الصندوق وشوف اللي جواه حكايات بتلمس القلب، مش بس حكاوي هوا. سيد التركي بيحكي من غير حدود، ثقافة، فن، ضحكة، وكل يوم موجود. ده مش مجرد قناة، دي رحلة في الزمان من أول فكرة لآخر عنوان. لو بتدور على المعنى، على صوت الحقيقة، صندوق الدنيا هو البوابة.